أخبار يوم الأربعاء مهمة وقصيرة. يقول المتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية مولوي ذبيح الله مجاهد: أصدرت المحكمة العليا للإمارة الإسلامية حكما بالقصاص على قاتل في مقاطعة فراه. التقى وزير الدفاع الأفغاني مولوي محمد يعقوب مجاهد مع توم ووست الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لشؤون أفغانستان. التقى وكيل وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية مولوي صدر أعظم بمدير غرفة الاستثمار والتجارة الأفغانية يونس ممن وعدد من تجار الفواكه في كابول. تم تسليم 259 مدمنين لأسرهم في سلسلة من الاحتفالات بعد العلاج. عقد وزير التعليم العالي الشيخ الحديث مولوي نداء محمد نديم لقاء مع طلاب الجامعات الحكومية والخاصة في مقاطعة نجرهار. تم تسليم مشروعين لإنشاء الطرق وتركيب المصابيح في المنطقة السابعة لاستخدامها من قبل بلدية كابول. تفقد وزير الأشغال العامة الحاج ملا عبد المنان العمري الأعمال الأساسية لترميم قطعة أرض غزن مقار من طريق كابول قندهار. قام وزير المياه والكهرباء بزيارة المعرض الوطني والدولي للإمام أبي حنيفة رحمه الله. زار المساعد الإداري لرئيس الوزراء مولوي عبد السلام الحنفي شؤون قناة غشتيبة العملاقة الكبرى.